بنت صغيرة عندها 9 سنين بطنها بتكبر فجأة من غير أي سبب، وبيبقى شكلها كأنها حامل بالظبط، لدرجة إن أكبر مقاسات هدوم الأطفال ما بتدخلش فيها. بس اللي أهلها ما كانوش يعرفوه إن النفخة دي مش مجرد أكل زيادة، وإن وراها كارثة هتقلب حياتهم. في الأول أمها كريستي بتفتكر إنها كلت كتير، وبتتخيل إن مجرد دخول الحمام هيحل المشكلة دي، فما بتقلقش خالص وبتطنش الموضوع. بس بالليل الأمور بتاخد منعطف مرعب لما أنا بتصحى وبطنها بتتقطع من الوجع، وبتحضن قعدة الحمام وبترجع بعنف شديد بأعراض صعبة جدا تقطع القلب. وهنا كريستي بتفهم إن في حاجة غلط بجد، وبتقرر تاخد بنتها للمستشفى الصبح. بس القدر ما بيديهاش فرصة تتنفس، لأن في ليلة واحدة بطن أنا بتكبر للضعف، وبتبقى دايخة وضعيفة وحالتها صعبة جدا. فكريستي بتترعب وبتاخد بنتها وتجري على المستشفى في نص الليل. والمفاجأة إن بعد شوية تحاليل الدكتور بيرمي تشخيص بارد جدا، وبيفهمهم إن أنا عندها مجرد حساسية من اللاكتوز، وإنها لو بطلت منتجات الألبان هتبقى كويسة في أسرع وقت. ولما بيرجعوا البيت كريستي بتمشي أنا على نظام غذائي صارم فورا، وأختها الكبيرة الحنينة بتتبرع إنها تبطل الحلويات هي كمان عشان أنا ما تاكلش لوحدها. ولما كريستي بتشوف تعاطف بنتها الكبيرة بتقرر إن العيلة كلها مش هتاكل غير اللي أنا تقدر تاكله، عشان يشيلوا شيلة المرض ده مع بعض. كانوا فاكرين إن تغيير الأكل هيخلي أنا تخف وترجع طبيعية، بس اللي حصل بعد كده كان صدمة ما حدش يتخيلها. فجأة صرخة مرعبة بتشق هدوء الليل، وأنا بتتكور على السرير وبتتدحرج من كتر الوجع، والألم بيبقى فظيع لدرجة إنها مش قادرة تتنفس. فكريستي بتتفزع في لحظتها وبتصحي جوزها، والزوجين بيشيلوا بنتهم اللي بتتلوى من الوجع وبيخرجوا بيها من الباب، وبيستلفوا عربية جارهم وبيطيروا على الطوارئ. بس الدكتور النبطشي بيعاند وبيصمم إنها مجرد حساسية لاكتوز عاملة ارتجاع مريء، وبيطمنهم إن محلول في الوريد لحد الصبح هيرجعهم البيت. بس كأم كريستي بتكون فاهمة أكتر من كده بكتير، لأن وجع البطن العادي ما بيخليش الطفل يحس إنه بيموت. فبترفض تقبل التشخيص المستهتر ده، وبتطلب من المستشفى يجيبوا دكتور متخصص كبير عشان تسمع رأي تاني، وبتصر إنهم ياخدوا حياة بنتها بجدية. وبفضل إصرارها المستشفى أخيرا بتجيب خبير بيعمل أشعة سينية وموجات صوتية. وهنا الحقيقة بتظهر أخيرا، أنا بيطلع عندها انسداد معوي حاد وأمعائها ملفوفة على بعضها، ومن غير جراحة فورية عشان يفكوها هتواجه فشل في الأعضاء وهتموت في أقرب وقت. بس الجراحة دي كانت مجرد بداية لكابوس أطول بكتير من اللي كانوا خايفين منه. الجراحة بتبدأ فورا، والدكاترة بيوقفوا الزوجين على الباب، وبره أوضة العمليات الدكاترة بيدخلوا أنبوبة طويلة من مناخير أنا عشان يفكوا أمعائها المتعقدة بحرص. والعملية بتكون مؤلمة جدا، وصرخات أنا العاجزة من جوه الأوضة بتقطع قلب أهلها في الطرقة. والانتظار بيبقى كأنه ما بينتهيش، وكل ثانية بتمر كأنها عذاب صافي. والناس اللي معدية بتشوف الزوجين المنهارين وبيبدأوا يدعوا الآنا الصغيرة من غير ما حد يطلب منهم. وبعد وقت طويل جدا ممرضة أخيرا بتناديهم يدخلوا، ولحسن الحظ الجراحة بتنجح والانسداد بيتفك. بس الكلام اللي بيشرحه الجراح بعد كده بيرمي العيلة في بير ضلمة ملوش قرار. بيفهمهم إن التواء أمعاء أنا مش صدفة، وإن عندها اضطراب نادر في حركة الأمعاء، وهي حالة معقدة بسبب خلل حسي، يعني مخها مش قادر يتحكم في أمعائها صح، فالأكل ما بيتهضمش أبدا وبيتكوم في بطنها وبيعمل انسدادات ووجع مستمر. والأوسخ من كده إن مفيش علاج للمرض ده، والطريقة الوحيدة عشان تفضل عايشة هي أنابيب تغذية طويلة الأمد بتدخل من مناخيرها، ودي في الحقيقة مجرد حل مؤقت ومستحيل تخليها تعيش كده على طول. من فترة قريبة البنت دي كانت مليانة حيوية وبتحب كرة القدم والأكل الحلو، ودلوقتي بقت محبوسة تماما جوه المرض الغامض ده. العيلة دي متدينة جدا وبيدعوا كل يوم وبيعملوا خير كتير، وعمرهم ما عملوا حاجة غلط، ومع ذلك بيتضربوا بالكارثة اللي ملهاش أي معنى. وإيمان كريستي اللي فضل قوي لسنين بيتهز لأول مرة. وبالمناسبة لو القصة شداك لحد دلوقتي ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتخبط اللايك المتين عشان نكمل الحكاية. بس هي بتجبر نفسها تفضل قوية قدام أنا، وبتقلل من خطورة المرض المميت ده، وبتدوس على وجع قلبها وهي بتركب لها الأنابيب والأكسجين يوم ورا يوم. وكل مرة الأنبوبة بتدخل في مناخير أنا وبتشوف بنتها بتحارب الدموع والوجع، كريستي بتحس إن قلبها بيتخلع من مكانه، وبطن أنا بتفضل تكبر كل يوم وما بتبقاش قادرة تلبس بنطلونات طبيعية خلاص. وهي بتبص على انعكاسها الغريب والمنفوخ البنت الصغيرة بتحس بلخبطة ويأس، وما بتقدرش تمنع نفسها إنها تبص لأمها وتستغرب إزاي بيحصل فيها كده. كريستي كمان مش قادرة تفهم قسوة القدر، ولا قادرة تبرر ليه الناس الكويسة ما بتتكافئش. بس اللي كريستي هتعمله بعد كده هيثبت إن الأمومة أقوى من أي قدر. من جواها
بتوعد نفسها إنها هتقدم كل حاجة عشان توفر لبنتها أحسن حب في الدنيا حتى لو كل حاجة وقفت ضدهم، ودي بتبقى مهمتها ووعدها طول العمر. والمرض بيسرق فرحة أنا تماما، وبتبقى هادية ومهزوزة وبتستخبى في الأركان وهي بتراقب زمايلها وهم بيجروا بحرية في الملعب. هي اللي كانت زمان البنت المنورة والمليانة طاقة وسط الزحمة، دلوقتي بتخبي بطنها المنفوخة بحرص ومرعوبة إن زمايلها ياخدوا بالهم إن في حاجة غلط، لدرجة إنها بتسيب ولد صغير كانت متفقة تقابله في حديقة الأسماك وما بتروحش له، وبتحس بالذنب كبير لدرجة إنها مش قادرة حتى تبص في عينه عشان تعتذر له. وحتى في عز اليأس كريستي عمرها ما بتفقد الأمل، وبتدور في كل حتة وبتلاقي دكتور اسمه نيركو في بوسطن، وده متخصص في الحالات النادرة اللي زي دي، وبتتصل بيه فورا. بس موظفة الاستقبال بتدمر آمالها وبتبلغها إن حجزها مقفول ل9 شهور قدام، وحالة أنا الحرجة معناها إنها ما تملكش الوقت ده كله، وممكن ربنا يسيب حد يواجه مصيره، بس الأم عمرها ما بتعمل كده. وحتى مع الفرص الضعيفة كريستي بتصمم تاخد بنتها بوسطن وتحارب عشان فرصة في الحياة. وقبل السفر بتصلي صلاة أخيرة بتكسر آخر ارتباط بينها وبين الكنيسة تماما، لما الناس هناك بيفترضوا إن المرض ليه سبب، وبيصروا إن العيلة أكيد مخبية ذنوب أو أعمال سيئة عشان تستاهل العقاب ده. والاتهام العبيد ده بيخلي كريستي تغلي من الغضب، وبتحلف قدام الكل إنها مش هتحط رجل في كنيسة تاني لحد ما بنتها تخف. تاني يوم الأم وبنتها بيركبوا طيارة لأول مرة في حياتهم متجهين لبوسطن، بس الرحلة دي هتخبلهم مفاجآت ما كانتش تخطر على بالهم أبدا. أنا بتبص بهدوء على السحاب من الشباك وعينيها فيها هدوء وحيرة أكبر من سنها بكتير، وكريستي بتمسح على راسها بحنية وبتقدم لها راحة صامتة عشان تهدي كل قلقها. ولما بيوصلوا المستشفى بوسطن كريستي بتسيب أنا تستنى وبتروح لمكتب الاستقبال وتترجاهم يدخلوها من غير ميعاد، بس النظام بيقول إن من غير ميعاد مستحيل تشوف دكتور. وبعينين حمرة من العياط كريستي بتشرح مرض بنتها الغريب وحالتها اللي بتسوء مرة ورا مرة، وبتتوسل لأي حد ينقذ بنتها اللي بتموت، وبتحكي لهم إزاي أنا كانت دايما بتلعب كورة وإنهم كانوا بيدلعوها ويقولوا لها يا قردة وهي صغيرة، لحد ما في يوم تعبت من العدم من غير أي مقدمات. وموظفة الاستقبال بتتأثر جدا بكلامها، بس قواعد الشغل وضغوط الحياة الحقيقية بتمنعها تكسر النظام في النهاية. وهي بتبص عليهم وهم ماشيين مهزومين ما بتحسش بحاجة غير الذنب والحزن. والأم وبنتها المحبطين بيدخلوا مطعم قريب مليان ضحك وهم شايلين هموم الدنيا، ورغم إن أنا مش قادرة تاكل بسبب مرضها الشديد، بس بتطمن أمها بحلاوة إنها تستمتع بأكلها عشان ما تقلقش عليها بزيادة. وفي واحدة اسمها أنجيلا قاعدة على الترابيزة اللي جنبهم بتلمح حالة أنا فورا، وكأم هي كمان بتحس بمعاناتهم جدا، وبدل ما تتدخل في وجعهم بتبدأ تتكلم معاهم بحرارة عن الأماكن السياحية في البلد، وبتعرض عليهم تكون مرشدتهم السياحية ببلاش في يوم أجازتها بكرة عشان تفرحهم. كريستي اللي تعبانة وتركيزها كله في إنقاذ حياة بنتها بترفض بأدب لأنها ملهاش أي نفس للفسح، بس ما بتقدرش تقاوم عيون أنا المليانة بالأمل، فبتستسلم في النهاية وبتوافق. تاني يوم بيقفوا في الشارع يستنوها لفترة طويلة جدا، وأنجيلا ما بيبقاش ليها أي أثر. هل أنجيلا ضحكت عليهم ولا في حاجة تانية هتحصل؟ كريستي بتطبطب على أنا المحبطة بحنية وبتحاول تحافظ على إيمان بنتها بالخير وبتحميها من قسوة عالم الكبار. وفي اللحظة اللي أنا بتبدأ تفقد فيها الأمل أنجيلا بتظهر في ميعادها بالظبط وبتقف بعربية قديمة متبهدلة وبتحاول بالعافية تفتح الباب، والتلاتة بيتحشروا في الكنبة اللي ورا الضيقة والمليانة كراكيب وبيعدوا كوبري نهر تشارلز وبيمشوا في الشوارع الزحمة، وأخيرا بيوصلوا حديقة الأسماك وهي بتتفرج على الكائنات البحرية الملونة. أنا بتنسى وجعها القاسي لثواني وبتبتسم ابتسامة طفولية حقيقية لأول مرة من فترة طويلة جدا. وبعدها بيروحوا متحف فنون وبيقفوا بهدوء قدام لوحة زنابق الماء بتاعة موني، ومرضها اللي كبرها قبل الأوان بيخليها تفهم الفقدان وعدم الدوام بدري جدا. وفي اللحظة دي بالظبط كريستي بيجيلها تليفون من استقبال المستشفى وبيكتشفوا إن بعد ما مشيوا امبارح موظفة الاستقبال راحت بلغت الدكتور نيركو شخصيا بحالة أنا، والدكتور نيركو من كتر ما قلبه اتوجع عليها قرر يعمل استثناء ويكشف على البنت المسكينة. وطول الكشف الدكتور نيركو بيفحص صحتها الجسمانية بدقة وفي نفس الوقت بيهتم جدا بنفسية أنا بحنية، وهزاره اللطيف بيخلي أنا تضحك وتفك أعصابها المشدودة أخيرا. بس أول ما بيشوف بطن أنا المنفوخة جدا بيكشر فورا وبيفهم كريستي بصراحة إن حالة أنا حرجة لأبعد حد، وحتى هو مش هيقدر يعالجها تماما وآخره يستخدم شوية أدوية عشان يسيطر على الأعراض ويساعد في الهضم.
والأسوأ من كده إن أدوية العلاج دي ليها أعراض جانبية بشعة، والصداع والإسهال بيبقوا حاجة أساسية، والحالات الشديدة ممكن تسبب عدم انتظام في ضربات القلب، غير إنها محتاجة فحوصات أسبوعية في المستشفى. وبالنسبة لعيلة بتعاني أصلا من أزمة مالية، فواتير العلاج المستمرة وتكاليف السفر بتبقى حمل مش قادرين يشيلوه. بس مهما كانت الدنيا صعبة، كريستي عمرها ما بتفكر تستسلم للحظة، وبترجع البيت عشان تاخد قرار هيغير شكل حياتهم للأبد. الزوجين بيفضلوا سهرانين طول الليل يتناقشوا في خطة العلاج، وجوزها كيفن مجرد دكتور بيطري عادي دخله على قده. ودلوقتي بعد ما مراته سابت شغلها وبقت متفرغة لرعاية بنتها، دخل البيت قل للنص، وكل الضغط المالي والطبي اترمى على كتافه لوحده. ورغم الضغط اللي بيكسر الظهر ده، بيجز على اسنانه ويسند عيلته، لدرجة انه بيبيع موتوسيكله اللي بيحبه جدا بس عشان يحافظ على امل بنته. وتحت كل الحمل ده، كريستي بتروح للقسيس بتاعها عشان تطلع غضبها وحيرتها، وبتحكي له ان عيلتها طول عمرهم كويسين وماشيين على المبادئ، وعمرهم ما غلطوا في حق اي حد، فليه بيعانوا من المأساة اللي ملهاش معنى دي؟ القسيس ما بيقدرش يديها إجابة واضحة، وبيفهمها بس إن الطلوع والنزول ده طبيعي، وإن المعاناة درس ضروري، ولو فضلت متمسكة بالأمل والإيمان الفجر هيطلع في النهاية. والكلام ده أخيرا بيهدي الزعل اللي مدفون في قلبها. ومن الوقت ده الأم وبنتها بيبدأوا مشوار السفر الطويل رايح جاي بين تكساس وبوسطن عشان العلاج، ومصاريف السفر بتشفط فلوس العيلة تقريبا. بس الزوجين بيكملوا من غير وقف، ورغم كل ده حالة آنا ما بتتحسنش خالص، وبتعاني من وجع يومي بيخلي حياتها جحيم. وفي مرة وهي محجوزة في المستشفى، آنا بتصاحب هيلي، ودي بنت نايمة في السرير اللي جنبها وعندها سرطان شديد ووقع لها كل شعرها من الكيماوي. وهيلي اللي فقدت أمها وهي صغيرة بتحسد آنا لأن أهلها دايما جنبها، والبنتين العيانين بيلاقوا راحة وعلاج في كلامهم مع بعض. وفي صليب متعلق فوق سرير آنا، ولما هيلي بتستغرب بتاع إيه ده، آنا بتشرح لها بهدوء إنه بيفكرها إن الحياة ضعيفة وإن الموت دايما قريب. المرض الشديد ده إدى آنا الصغيرة حكمة ورضا أكبر من سنها بكتير، وبقت بتواجه الحياة والموت بصدق متشائم بس مليان سلام. وهيلي بتتأثر جدا، وبعدين بتفتح قلبها لأبوها عن نظرة آنا للموت. أبو هيلي اللي دايما بيهرب من سيرة الموت بيتخض ويقلق إن كلام آنا يزعل بنته العيانة، فبيقرر يواجه كريستي باللي حصل. فبيفتح الموضوع بلطف مع كريستي، وكريستي اللي بتحس بالذنب بتعتذر له من قلبها، لأنها عارفة إن المواضيع التقيلة دي مش مكانها بين طفلتين صغيرين. المرض ما بيعذبش آنا لوحدها، ده بياكل العيلة كلها. ومع تركيز الأب والأم بالكامل مع آنا، الأخت الكبيرة المهملة بتحس بالوحدة والأزلة، ولما أبوها بيفوت ماتش كان وعدها يحضره بيسيب جرح الاعتذار المتأخر ما بيقدرش يعالجه. والبيت اللي كان سعيد زمان بقى متغطي بالحزن تماما، وكل واحد بيرسم ابتسامة بالعافية، بس هم عاجزين تماما يغيروا واقعهم. وفي وقت متأخر بالليل في أوضة المستشفى، وجع آنا بيهجم عليها تاني وبيخلي جسمها كله يتنفض، ولأنها مش قادرة تستحمل أكتر من كده بتفقد الرغبة في الحياة تماما. وبالنسبة لآنا الموت بيبقى هو الهروب الوحيد من العذاب، بس بالنسبة لكريستي الموت معناه إنها هتخسرها للأبد، والاختيار المستحيل ده بيضغط بشدة على الأم وبنتها. وفي الوقت ده كيفن بياخد بناته الاتنين لبوسطن عشان يزور مراته وآنا، وهو ميت من التعب ومفلس وجايب آخر كل كروت الائتمان، والركاب اللي وراه عمالين يستعجلوه. وأول ما بيطلع آخر كارت وهو متوقع إنه يترفض، موظفة مطار طيبة بتعرف ظروفه الصعبة وبتعمل نفسها كأن في مشكلة في السيستم، وبتكتب له 3 تذاكر مجانية بخط إيدها، وبتخاطر بشغلها عشان تجمع العيلة دي تاني. وفي أوضة المستشفى الأم وبنتها بيكونوا في حالة صمت وصدام مشاعر. آنا استسلمت وحاسة إن وقتها قرب وما بقاش يفرق معاها شكلها خالص، وكريستي جابت آخرها ومش قادرة تقدم أي مواساة تاني، وبتغرق في يأس كامل. وفي اللحظة دي بالظبط كيفن بيتصل، ولما بيكلم آنا بيهزر معاها وبيتحداها في لعبة قبل ما تاخد دش. ولما بتستغرب ازاي عارف انها محتاجة دش، بيضحك ويفهمها انه شامم ريحتها من الطرقة بره، وبيعد لحد 3. واول ما بيقفل السكة ابوها واختها بيظهروا فجأة على باب الأوضة. المفاجأة دي بتغير المود تماما، بس لسه أسوأ كابوس مستنيهم لما يرجعوا البيت. ولقاء العيلة المفاجئ بيمسح الكآبة في ثانية، وآنا بتنسى وجعها القاسي مؤقتا وبتعيش في دفى لمتهم. وبعد شوية هزار ولعب كريستي بتحضن آنا وبتعتذر لها بصدق إنها
طلعت مودها الزفت عليها في أصعب أوقاتها. وآنا بتطمن أمها بحنية لأنها دايما عارفة إن كريستي هي أكتر واحدة بتضحي وبتعاني في المحنة دي. ومع استمرار العلاج حالة آنا بتستقر بالتدريج وما بتبقاش محتاجة قعدة المستشفى، والعيلة أخيرا بترجع بيتهم اللي وحشهم جدا. وفي الجنينة آنا اللي حست بالحرية من جديد بتلعب بجنون مع أختها، وفي فراشة بيضة نقية بترفرف بهدوء حوالين جذع شجرة. وأختها اللي عارفة إن آنا كانت متسلقة محترفة زمان بتشجعها تطلع وتمسكها عشان بس تشوفها بترجع لروحها وحيويتها القديمة. بس وهم قاعدين بيلعبوا على فرع الشجرة الجذع القديم المعفن بيتهز بعنف فجأة، وفي وسط الخضة آنا رجلها بتفلت وبتقع جوه شجرة مجوفة وعميقة جدا. واختها بتتفزع وبتطير على البيت عشان تجيب حد يلحقها. وكيفن بيطلع يبص وبيلاقي آنا مرمية في قاع التجويف ما بتتحركش وفقد الوعي تماما. ورجال المطافي والإسعاف بيجروا على المكان، بس التجويف ضيق وعميق وبيخلي الإنقاذ صعب بشكل مرعب. وكريستي وهي بتبص على فريق الإنقاذ المخبوط عقلها بيقف وبتفقد القدرة على التفكير، وبتمسك في الشجرة وبتدعي بانهيار، وبتبدأ تؤمن بربنا تاني لدرجة إنها بتسأل نفسها لو كانت ذنوبها هي اللي بتخلي بنتها البريئة تتعذب مرة ورا مرة. ومع عملية إنقاذ طالع عينهم فيها آنا بتتنقل فورا للعمليات، والزوجين بيستنوا بره مرعوبين وما بيتجرؤوش حتى يتمنوا معجزة. كل اللي بيدعوه إنها تعيش وبس، لأن بنتهم العيانة بمرض مميت لما تقع الوقعة الصعبة دي ممكن يحصل لها كوارث. بس النتيجة اللي الدكتور بيخرج يقولها بتصدم كل اللي واقفين، حاجة مستحيل العقل يصدقها. نتيجة الدكتور بتبقى مش معقولة بس حقيقية 100%. آنا اللي وقعت 30 قدم جوه شجرة مجوفة بتخرج سليمة تماما من غير أي خدش ما عدا ارتجاع حفيف، وبتكسر كل قوانين الطب. والمعجزات ما بتوقفش لحد هنا. لما بيرجعوا البيت كريستي بتاخد بالها فجأة إنها نسيت تدي هانا مسكنات الوجع، ومع ذلك آنا ما اشتكتش من الوجع ولا مرة. وبطنها اللي كانت منفوخة دايما بقت مسطحة تماما، وكل الأعراض اختفت في الهواء. ولما آنا بتشوف صدمة أمها بتبدأ تشرح لها بالراحة المعجزة اللي حصلت جوه الشجرة. في اللحظة اللي وقعت وفقدت فيها الوعي روحها سابت جسمها المتألم، وحست إنها خفيفة ومفيش أي خوف، وكل العذاب اختفى. والفراشة البيضة رفرفت قدام عينيها، ولما مدت إيدها عشان تلمسها نور أبيض ساطع انفجر في المكان، وكشف لها عالم عامل زي الجنة مليان ورد ملون وسما زرقاء صافية وبحيرات عاملة زي المرايات. ومشيت على المية كأنها بتتمشى على السحاب من غير ما تحس بأي وقوع. وصوت حنين وثابت رن من الأفق البعيد، وفضل يعد لها كلام كله حب مرات ومرات. ولما أمها بتستغرب إزاي كلمت ربنا وهي ساكتة، أنا بتفهمها إن التواصل كان روحي من غير كلام، وإنها طلبت من ربنا تفضل مع عائلتها، وربنا وعدها بمستقبل ما فيهوش مرض ولا كوارث ومليان سلام وأمان. وفي المتابعة الدكتور نيركو بيبحلق في نتائج التحاليل اللي اتغيرت وهو مصدوم تماما. وظائف أمعاء آنا رجعت طبيعية 100%، وبقت قادرة تاكل وتعيش زي أي إنسان طبيعي. والمرض المميت اللي طاردهم لفترة طويلة اختفى كأنه كابوس وحش ما سابش وراه أي ضرر. والصخرة الضخمة اللي كانت كاتمة على نفس العيلة أخيرا وقعت واتدمرت. وكريستي بتعيط من الفرحة وبتحضن كل واحد في المستشفى ساعدهم في طريقهم. وقبل ما يمشوا أنجيلا بتجري على المطار عشان تدي آنا آخر حضن دافي وطالع من القلب. وبعدها بشوية الأخبار المحلية بتغطي القصة المذهلة لبنت عندها 9 سنين كان عندها مرض مميت ونادر، ووقعت جوه شجرة وخرجت سليمة وخفت تماما. وكريستي اللي المشاعر كانت ملياها بترجع الكنيسة عشان تشارك المعجزة اللي حصلت لبنتها بصدق. بس الناس المتشائمين بيتهموها إنها بتمثل عشان تلفت الانتباه. وفي اللحظة اللي التريقة والشك بيكتروا فيها راجل بيقف بكل ثبات وبيختار يصدقها. الراجل ده بيطلع أبو هيلي، وبيحكي إن قبل ما هيلي تموت اتخلت تماما من خوفها من الموت ولقت سلام حقيقي، وكل ده بسبب آنا. وحكمة آنا وحنيتها وضحت لها إن ربنا دايما قريب، وإن الفراق مش دايم، وإنه سافر أميال كتير بس عشان يقول شكرا بنفسه. وأول ما بيخلص كلامه تصفيق يهز المكان بيملى الأوضة. القدر في النهاية ملوش كتالوج ومش عادل. رحم أنا في أظلم أوقاتها، بس أخد هيلي الجميلة وساب الكل بمشاعر متلخبطة. ولما نبص ورا على رحلة الرجوع للحياة المجنونة دي، اللي أنقذ أنا ما كانش بس مجرد معجزة، لكن كان تصرفات كتير مليانة خير من البشر. الجار اللي سلفهم عربيته، ودكتور الوحدة اللي حارب عشانهم، وموظفة الاستقبال اللي وصلت المعلومة في السر، والدكتور نيركو اللي كسر القواعد عشان يساعد، والغريبة اللي خطرت وعملت مشاكل عشان تديهم تذاكر ببلاش.
ببلاش، وأنجيلا اللي ضحت بأجازتها عشان تؤنسهم، ورجال المطافي والإسعاف اللي عملوا كل اللي يقدروا عليه في الإنقاذ. كانت أفعال الخير البسيطة الصادقة من ناس عاديين هي اللي كتبت نهاية تانية لقدر قاسي، وإدت عيلة يائسة أنعم وأجمل نهاية ممكنة، وطلعت كل المعجزات في الدنيا دي عمرها ما كانت مجرد هدايا نازلة من السماء وبس، لكن لما في حد بيكون غرقان في اليأس وبيرفض يسيب الأمل، كل الخير اللي في الإنسانية بيعدي جبال وبحار عشان يجمع نور الحياة من تاني. الحياة عمرها ما هتبقى كاملة، والمعاناة والخسارة دايما جزء من الصفقة، بس طول ما احنا ماسكين في الأمل وما بنستسلمش أبدا، حتى لو القدر زقنا على الحافة هنقف في وش الريح ونلاقي فجرنا الخاص. يا ترى لو كنت مكان كريستي والدكاترة قالوا لك مفيش أمل لبنتك، كنت هتعمل إيه؟ مستني رأيكم في التعليقات.